تصير إذا الأم تطالب في حقها، تطالب في عيالها، شنو المشكلة؟ هذه هي المفروض. الأولاد يتربون على الأخلاق، يتربون على بر الوالدين، يتربون على الأسس، يتربون على المبادئ. مش غلط إنه يعني هذه هي المفروض الأولاد يتربوا عليها من قبل الأهل، ما أربيهم على العقوق. أنا ما أبي يعني حلا إنها مثلا تكون تبر فيني. أنا ماني سائلة، ما لا بدي إياها تبر فيني، ولا بدي إياها تكلمني، ولا بدي إياها ولا شيء. بس وهي قاعدة تساعدهم على إنه هم يضغطوا أمها، على إنه هم يوقفوا بوجه أمها، على إنه أمها إنه يسببوا لها مشاكل. شنو بدكم يعني؟ أنا ترى لا تفكرون إنه أنا ما قاعدة إنه أعالج هذا الموضوع. أنا قاعدة أحاول أعالج هذا الموضوع، وكنت من الأول ومن البداية إنه أنا بأي طريقة كانت، بطريقة سلمية، إنه أنا هذا الموضوع ينحل، لأنه الأولاد هم الضحية. المفروض الأولاد يعني ما يدخلوا في هاي المعمعة، في هاي الحروب. بس في ناس عم تستغل هذا الشيء. وأنا مثل ما أنا تكلمت عن نقاط الضعف، الإنسان بيجي أنت بتكون يعني في موقف لا تحسد عليه، بيقعد يدرسك من فوق لتحت، يدرس وين نقطة ضعفك، يقعد يصوب عليها. يعني أنتوا تفكرون إنه أنا يعني أنا مبسوطة إنه أولادي يدخلوا في هالمشاحنات هاي؟ لا، ماني مبسوطة. لا تفكرون إنه أنا مبسوطة يعني. لا، أنا ماني مبسوطة. أنا ما بخاف من حدا غير من الله اللي خلقني. لمعلوماتكم، شوفوا، انتوا متعودين يمكن على طريقة السرد، او مثلا ان الواحد يتكلم بطريقة ان يتهجم او شيء. انا ما بقولكم صح. انا بالنسبة لموضوع الفويس اللي تسرب، انا ما حبيت اتكلم فيه، لانه هذا الفويس بيني وبين بنتي. انا بيني وبين بنتي هذا الفويس، وتسرب والله يسامحها يعني. والواحد في لحظة انفعال وزلة لسان يعني. والمسألة ما فيها إنسانية، ما فيها إنسانية. الواحد عمال يصيدونه على أي شيء. بس أنا لا سبيت ولا شيء، بالعكس أنا إنسانة عندها ردة فعل، يعني شيء طبيعي إنه الواحد يتكلم. يعني أنتي بتسمعي حكم صادر في حقك، وتيجي أنتي شنو بدها تكون ردة فعلك مثلا؟ شلون بدها تكون ردة الفعل؟ يعني مثلا تضحكي تنبسطي، أكيد أنا بهاي ردة فعلي هاي ولا شيء، وهاي ولا شيء. هاي ردة الفعل يعني الإنسان بيتضايق، بينفعل، بيكون منه في وعيه كمان. يعني أنا ما بصراحة ما كنت، أنا كنت في حالة هستيرية لما أنا يعني صار هذا الموقف. بس أنا بقول ليش تسرب الفويس؟ ليش؟ يعني شنو مثلا استفادوا من هذا الموضوع؟ بس ما بقول إلا الله يسامحها للي سربت الفويس.
وبالعكس أنا ماني فخورة، أنا ماني فخورة بهذا الشيء، وهذا ما يعكس أخلاقي، هذا ما يعكس أخلاقي بالمرة. وانتوا تعرفوني من أول ما أنا طلعت على السوشيال ميديا مع بنتي، أنا ماني وحدة شرانية، وماني وحدة شريرة، وماني وحدة إنسانة يعني تستغل المواقف هذه. من المفروض على الأهل، على أهلها أوكي، أن يظلون يعني المفروض أنه هم يربونهم على الأخلاق. إذا هم فعلا يقولون أنه أنا ما بعرف، يعني أنا ما دخلني شنو هم بيحكوا، أنا بالنهاية بيهمني أنا بعرف حالي والناس بتعرفني. المفروض على الأهل إن يربون أولادهم على الأخلاق، على المبادئ، على الأسس بس. يعني أنا ما بسمح حتى يعني لأي واحد من أولادي إنه يغلط، سواء على أبوه ولا على جدته ولا على أي إنسان إن كان، لأنه هذه نحن تربايتنا. صدقوني يمكن أنتم ما تعرفوني، ما تعرفون كيف أني طريقتي في الحياة. أنا ما بشبه يعني ما طبعت تطبعاتهم، بس أنا يعني هذه تربيتي، ما أقدر أتغير. يعني أنا لما أقعد أفكر في الأولاد شلون راح يواجهون المجتمع، شلون راح يواجهون المجتمع، شلون يعني الإنسان تبتدي تربيته من بيته، من البيت. هني تعرفين الشخص إذا متربي ولا لا. الإنسان تبتدئ تربيته من البيت. شلون يعني أنا بقعد أفكر أقول شلون بدهم هذولا يعني يتعاملون مع المجتمع، مع الناس اللي برا، كيف طريقتهم، كيف تربيتهم. صدقوني أنا ما أبي مشاكل، بس أنا قاعدة هدول الناس يحاربوني، ما يعني في عيالي حاربوني، في سمعتي حاربوني، في محاكم وقضايا وكل يوم شكاوي وكل يوم. أنا إنسانة يعني بلا هاي الحروب الباردة واللي مبطنة واللي من تحت لتحت ولا كل شوي طالعي لي. يعني أنا مثلا الشكوى آخر شيء إنه أنا بستخدم حسابات ونسبوها لي وأنا بتكلم فيها. أنا ما بتكلم فيها، أنا بدي أتكلم بطلع لايف، بطلع في السناب، حساباتي موثقة، هاي اللي أنا بتكلم فيها. أنا ما بتكلم في حسابات مو حساباتي. يعني شوفوا بالنسبة كمان إلى موضوع ثاني، أنتوا يعني لازلتوا تسألوا عن محمد لأنه محمد أنتوا بتقولوا لي ليش ما بتصوري معه، ليش ما بتحطي له صورة. أنا قليل جدا لا أتصور مع حمودة. يعني اعتبروا أنا من 2014 أنا ما عندي إلا كم صورة معاه في دبي. هاي الصور اللي تصورت فيها، اللي تصورت معاه، لأنه ما يقبل وما يحب يتصور. فأنتوا افهموا نقطة واحدة في الموضوع، أنا مرة قاعدة أتحارب يا عالم، افهموها هذه. أنا الشيء اللي أبي أوصله رسالة،
أو قبل الرسالة في موضوع أنا أحب أوضحه، يعني موضوع اللي هو القضية اللي هي حلا رفعتها علي. يعني هذه قضية فيها أحكام علي، أحكام جائرة، واللي يعني مو فاهمين الموضوع وما وضح الموضوع بالنسبة لهم، مع أنه أنا يعني مني مذنبة، وما أنكرت أنه أنا أخذت فلوس، بس أنا اتصرفت فيها لأنه أنا انحطيت في موقف ما عندي. أنا مرة ما عندي وظيفة، مرة ما عندي، يعني ما عندي حتى حقوقي الشرعية اللي هي النفقة، اللي هذا الناس وايد ناس ما تعرفوا. أنا النفقة الشرعية أكثر من 1.5 سنة تقريبا ما أحصل نفقة شرعية. أنا من وين بدي أصرف على الولد، ومن وين بدي أصرف أجار، ومن وين بدي أصرف؟ عندي التزاماتي. الولد عنده مصاريفه، عنده مدرسة، عنده كتب، عنده مصاريفه الشخصية. يعني أنا حدث العاقل بما يعقل. طيب أنا من وين بدي أجيب أنا أصرف على عبود، وأصرف على حالي، ولا أصرف وأنا كنت كمان أصرف عليهم. يعني أنا ما جيت حطيت الفلوس وأنكرت أنه أنا ما خديتها. أنا ماني ناكرة أنه أنا ما خديتها، بس أنا ما اضطريت. يعني أنا بما أنه أنا ما بتوصلني نفقتي الشرعية اللي هي اللي الشرع والقانون وحللها، أنا ما قاعدة أخذ حقي. عطوني أنا حقي، عطوني أنا حقوقي الشرعية اللي هي النفقة، وأنا بعطي الفلوس لحالها، برجعها. يعني فأنا ما عندي مشكلة، بس لا نفقة ولا بدكم إياني أصرف وعن بنتي. والمشكلة إنه أنا أمها، يعني أنا مو وحدة غريبة، أني أمها، أنا اللي تعبت، وأنا اللي حملت، وأنا اللي ربيت، وأنا اللي تعبت. الحين لما كبروا الأولاد تذكرتوهم يعني وصاروا هلأ غاليين عليكم. أنا بالعكس، أنا ما عندي مشكلة إنه هم يتربوا معاكم وما راح أحرمكم منهم، بس ليش هالطريقة هاي اللي يعني هاي طريقة مو عدلة. يعني مو عدلة في الحياة إن أنتم تحرموني كمان من أولادي، لا، وتحرضوهم علي وتخلونهم يرفعون دعاوي علي. ليش؟ شنو أنا بنت البطة السوداء يعني؟ يعني قولوا لي شنو الذنب اللي أنا ارتكبته؟ يعني أنا يعني أنا مثلا هلأ من إحدى الكومنتات يقولوا لي تزوجي. شلون أتزوج أنا وأخلي ابني؟ هاي وحدة. ثاني شيء، أنا حتى لو عطيتهم ولا whatever سووا، ليش هم راح يخلوني في حالي؟ أنا لا خلوني، ما عم يخلوني في حالي. الكلام شيء والواقع شيء للأسف. يعني إحنا طول حياتنا كنا نشتغل ونساعد أهالينا ونصرف عليهم ونساعدهم، مع أنه أهالينا كانوا يشتغلوا كمان. يعني كانوا يشتغلوا، وما شاء الله عليها أمي للحين يعني كبيرة وما تقعد، الله يطول بعمرها. طبعا أنا أبوي متوفي، والكل يسألني وين أهلك؟ أنا ما عندي أهل، أنا عندي أنتو اللي تحبوني واللي تساندوني، وعندي طبعا بعد رب العالمين، أكيد رب العالمين، لأن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بس واحد يقول محمد ابني طبعا. انتوا تقولون كذي فلوس، ايه هي فلوس امي، ايه
انتي لأنك متربية، وانتي لأنك بتعرفي، وانتي يعني كل العالم تعرف هذا الشيء، كل العالم تعرف انه نحنا كلنا تعبنا وكلنا صرفنا على اهالينا. بس مثل ما قلت لك، لما الولد يتربى على بر الوالدين ويتربى على الأسس وعلى الأخلاق وعلى المبادئ، بيطلع شخص مثل هالإنسان هذا اللي عمال يقول. بس مو يتربى على العقوق ويتربى انه هو ما يبر. هذا الشيء بينها وبين ربها، تصطفل، تبي تبر فيني ما تبي تبر فيني، هذا بينها وبين ربها، هي تحاسب عليه، هي تحاسب عليه. أنا حتى أنا لما هي ما جابت حتى اسم أبوها، لا تفكرون إنه أنا يعني أنا بتضايق لأنه مو هي حلا اللي أنا أعرفها. وحتى محمد وحتى عبد الله، أنا هي عبد الله بيكلم أبوه، بيتواصل مع أبوه وبيحكي مع أخوه. اي صح، انا بزعل احيانا من عيالي، بس انا ما اقطعه من اخوانه. انا ابيه يجي، ابيه هو حمود يجي يشوف امه، يجي يشوف اخوه. اتوحش ليش؟ يعني الانسان اللي يعني خذوني بالصوت العالي اخاف منكم؟ شوفي، انا طالما انسانة حقانية والله عارف انه اني الحق معاي، وانا ام بالنهاية، مو انه انا استعطفكم انا بس انه كأنه ام، لا، انا ام وايد انظلمت وانحرمت من اولادها. مش معناتها انه انا اصيح. انا شفت لايفات وايد ناس يعني لأمهات يناشدوا انه يعني يساعدوهم ويصيحون ويلطمون، وساعة يضحكون. لا، انا بحسب 1000 حساب قبل ما اطلع لايف. ليش؟ مو عشان انه انا عشان الناس، لا، لانه انا كذي، انا انسانة متربية، انسانة في عندي رب العالمين، انا امن فيه انه هو بياخذ لي حقي. وانا مثل ما قلت لكم، اللي يبي يبر فيني، واللي ما يبي يبر فيني هذا كيفه بينه وبين رب العالمين. الله هو اللي حاسب، مو انا اللي حاسب. وما في شيء بيضيع، وما في شيء كذي بيروح، وبياخذ الحق في الدنيا قبل الآخرة. صدقوني الواحد مو ماخذ معاه شيء. يعني حتى الحين انه اني طبعا انا طلع علي صدر الحكم، اوكي، الحكم صدر، الحكم بدي ارد قبل لا اقوم، قبل لا اقول الكلام. القضاء البحريني طبعا مثل ما قلت لكم ما وضح الموضوع، وكان حكم جائر، ومو فاهمين صلب الموضوع. وأنا مثل ما قلت لكم هذا الحكم الجائر يعني لا يجوز، لأنه أول شيء أنا ما أنكرت، أنا ما نكرت وما قلت إنه أنا ما خذيت. أنا أمها، يعني أنا أمها، كنت أصرف عليهم وأصرف يعني. وأنا قلت لكم شنو السبب، إنه أنا ما عندي مردود مادي، نفقتي ما توصلني أكثر من 1.5 سنة ما توصلني نفقة. فمن وين أنا يعني أصرف؟ الله يعلم شلون أنا عايشة هاي الفترة اللي
اللي صار لي تقريبا خلينا نقول سنة، لأنه أنا ما عندي يعني حتى مدرسة عبد الله أنا للحين أنا المفروض إنه هو يدفعها، لأنه هاي في حكم المحكمة، بس للحين ما اندفعت الكتب، دبرت لحتى جبت له الكتب. طبعا المبلغ اللي قاعدين يطالبوني فيه هو 20,300 دينار بحريني، يعني 20,000 200,000 ريال و300. هذا المبلغ اللي هي قاعدة تطالبني فيه. طبعا أنا بعرف يعني أنا الحين ما عندي، يعني من وين بدي أجيب لها؟ وتعرفون انتو يعني خلاص already صدر الحكم وطلع الحكم والحكم في سجن سنة مع وقف التنفيذ. شوفوا أنا ما راح أعيد الكلام، لأنه أي حدا بده يسأل مرة ثانية يفوت خاص ويسألني، لأنه أنا هلأ ما راح أرجع أعيد الموضوع، لأنه كثير يوجع.